تعملوا ايه لو عرفتوا ان فيلم افاتار طلع حقيقة مش خيال، وكرتون عائلة سيمبسون بتاع الاطفال واحداثه اللي حصلت كلها والناس كانت بتشوفه وبتقول ايه الصدفة العجيبة دي في ترتيب الاحداث بالشكل الغريب ده؟ ما طلعش مجرد كرتون، وطلع ان فعلا في حد هو اللي بيرتب احداث العالم، زي الاغتيالات والموت المفاجئ لأشخاص مهمة، حتى فيروس كورونا وانتشاره وانتشار المثلية والجماعات الإرهابية والحروب اللي حصلت بين العالم وقتل عدد لا يحصى من البشر. كل دي أحداث مترتبة ومكتوبة بكل تفاصيلها بالملي، وكأننا في سكريبت الفيلم سينمائي مكتوب بإتقان وحرفية عاليين جدا. بس لوكيشن الفيلم هو العالم، والممثلين احنا البشر، وكلنا ماشيين على المكتوب بأوامر عليا من جماعة خفية. بداية الحكاية جت سنة 1980 لما اتكشف الستار على مبنى حجري مصنوع من ألواح الجرانيت، وكل لوح كان ارتفاعه 6 متر تقريبا ووزنه 108 كيلو، حاجة عملاقة جدا. والكلام ده كان في مدينة إلبرت بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بس الألواح دي كان فيها سر غريب ومحدش كان فاهمه أول ما نزلت. تخلينا نرجع قبلها بشوية. الموضوع كان في يونيو سنة 79. اتصل راجل غريب كان بيستخدم اسم مستعار وقتها، وهو روبرت سي كريستيان، بشركة ألبرتون لأعمال الجرانيت. والراجل ده اتصل بيطلب شغل من الشركة زي أي حد، بس كان بالنيابة عن مجموعة صغيرة أو حزب صغير مسمين نفسهم الأمريكان المخلصين. وكلف الشركة ببناء نصب تذكاري بشكل معين. لحد هنا الموضوع كان عادي جدا، والنصب التذكاري المطلوب كان عبارة عن ألواح عملاقة. وكريستيان اللي يعتبر شخصية غير معروفة للشركة قال لهم وقتها إن الألواح دي هتفيد البشرية بعد ما ينتهي العالم، سواء انتهى نهاية نتيجة حرب بيولوجية أو نووية أو انهيار اقتصادي عالمي أو حتى التلاتة مع بعض. ده مش بس كده، ده كمان قال لهم إن الألواح دي هتعلم الناجيين بعد الكارثة 3 حاجات مهمين جدا، زي الساعة والبوصلة والتاريخ. وأكد كريستيان إن الألواح دي لازم تكون قادرة على تحمل الكوارث الطبيعية والبشرية لأكبر قدر ممكن من التحمل. طبعا الكلام كان باين إنه تخريف، وحس جو فيندلي رئيس القسم التنفيذي بشركة ألبرتون إن اللي بيسمعه في التليفون ده عبارة عن هزار سخيف من حد فاضي أو حد عقله خف أو أي حاجة ممكن تكون مش حقيقية. بس للأسف لأن خدمة العملاء بتحذر قطع الاتصال مع العميل وقت المكالمة، فبدأ فيندلي بمحاولة تطفيشه بالطريقة أو يعني بالذوق، وقال له حاجة زي اللي حضرتك طالبها دي ممكن تكون محتاجة حاجات كتيرة، أدوات واستشاريين كتيرة، وطبعا معدات ملهاش عدد. ده غير ان كمان رفع سعر الحاجة اللي طالبها كريستيان كذا مرة عشان يخليه يقفل. واخر سعر قالهوله كان قيمته اكبر من قيمة اغلى مناقصة دخلتها الشركة في تاريخها كله. وكان السعر اللي حطوله كان قيمته يعتبر اكبر من قيمة مبنى كامل لناطحة سحاب، الا ان العميل الغامض كريستيان قبل العرض بدون تردد ولا شروط. ده خلى فيندلي يشك وبقى هيتجنن، بس ما كانش قدامه غير انه لازم يخلص الاوفر الخيالي اللي جابه للشركة. اما كريستيان الشخصية المجهولة اللي احنا مش عارفين مين ده لحد دلوقتي، لما جه وقت الدفع مع الشركة وضح كريستيان انه بيمثل مجموعة كانت عايزة تبني النصب التذكاري ده من 20 سنة فاتوا، والمجموعة دي مش عايزين يكشفوا عن اساميهم او حتى عن هويتهم دلوقتي خالص. وقام بتسليم نموذج النصب التذكاري بكل تفاصيله و10 صفحات كاملة من المواصفات المطلوبة انها تكون موجودة في النصب التذكاري ده. واشترى كمان الارض اللي مساحتها كانت 5000 فدان من صاحب المزرعة مولنكس، اللي حط وقتها شرط في العقد هو يعتبر شرط بسيط، ان هو يقدر يرعى الابقار بتاعته جوه موقع الالواح مدى الحياة. وطبعا ده كان شرط سهل بالنسبة لكريستيان،
وده كان المكان اللي هيتبني عليه الألواح. أما بقى شخصية كريستيان الحقيقية محدش كان عارف هو مين إلا شخص واحد. الشخص ده كان المسؤول عن الماليات عند كريستيان، أو من الآخر هو اللي كان بيتعامل في كل الماليات. والشخص ده اسمه ويت مارتن، وده اللي اتعامل مع شركة البنى. وحاولوا شركة البنى بس اللي عرفوا الموضوع إنهم يعرفوا مين كريستيان، بس مارتن كان مستحيل يقول بموجب عقد قانوني كان ممكن يحبسه طول الحياة. والموضوع كان غريب جدا، وطلع كلام كتير وقتها على كريستيان. وفي ناس أكدوا إن كريستيان ده شخصية تاريخية أسطورية ترجع للعصور الوسطى، نسبة لتأسيس نظام اسمه الصليب الوردي اللي كان موجود في القرن ال17. التنظيم ده يعتبر بمثابة مدرسة سرية أو منظمة تهدف للعمل على التطور الروحي للبشر من خلال خلط ديانات مع بعض، زي الديانة المسيحية وبعض الديانات التانية، والتوجهات وتعليم العلماء والحكماء العرب والأتراك كمان. بس طبعا ده كله كان مجرد كلام وملوش أي إثبات من الصحة، بس ده اللي انتشر وقتها على كريستيان ده، وقالوا إن هم عايزين يعملوا زي ما حصل في القرن ال17. وطبعا الشركة خلصت الألواح وجه وقت النقش عليها، وألواح جورجيا اتضمنت 10 وصايا ب8 لغات مختلفة. واللغات دي كانت الإنجليزية والأسبانية والسواحلية والعربية والعبرية والهندية والصينية والروسية، منقوش على كل وجه من الألواح 10 وصايا دول بلغة من اللغات اللي أنا قلتها. واللغات دي تم اختيارها بناء على أبحاث قوية جدا إن دول أكتر اللغات المستخدمة في العالم، ما عدا طبعا اللغة العبرية اللي تم اختيارها لأسباب غير معروفة. ده غير إنهم بنوا ألواح جورجيا بمسقط علوي نجمي وبطريقة بتسمح بمرور ضوء الشمس بينهم طول اليوم. وتم فتح المكان كمزار سياحي، وبدأوا يروجوا له بشكل كبير جدا عشان يخلوا ناس كتيرة تشوفوا ويعرفوه ويقروا كمان الوصايا. أما بقى الوصايا اللي ناقشوها عليه كانت غريبة ومحيرة بشكل كبير. كان فيها بعض الوصايا السامية أو اللي تبان إنها سامية وليها في السلام، والبعض التاني كان بيحفز على دافع الإبادة البشرية ونظرية المؤامرة وغيرها من النظريات اللي ترعب. لما نيجي نبص على أول وصية وهل فيها ربط بينها وبين حاجات حصلت فعلا وبنشوفها بعيننا دلوقتي، زي الوصية الأولى وجائحة كورونا أو انتشار المثليين مثلا. والوصية الأولى دي كانت بتقول بالحرف: ابقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة عشان يكون في توازن دائم مع الطبيعة. وده إن دل يدل إن اللي بيحصل بيخلي فعلا عدد البشر يقل، سواء بموت بيولوجي أو بعدم الإنجاب، وإيقاف ده بالمثلية. وفي من ضمن الوصايا وصية تانية بتقول: وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة ومعاصرة. ده طبعا غير باقي الوصايا اللي مكتوبة مهمة. وبالقرب من الألواح دي في جدارية صغيرة مكتوب فيها معلومات عن الألواح زي الوزن والارتفاع وتاريخ الإنشاء والغرض منها، ووقع على الجدارية دي سي كريستيان. وعلى جوانب الجدارية دي ترجمة الوصايا بلغات قديمة مختلفة عن اللغات اللي قلناها في الأول، زي الفرعونية والبابلية واليونانية وبعض اللغات القديمة المهمة. بس تمت إضافة ملحوظة غريبة على الجدران عن وجود كبسولة زمنية تحت الألواح هتتفتح في الوقت المناسب. والموضوع ده قلب الدنيا وكان مثير للشكوك لدرجة خلت السلطات حفرت حوالين الألواح وبعمق 9 متر للبحث عن الكبسولة الزمنية اللي قالوا عنها أو المذكورة زي ما شافوا، وما لقوش أي حاجة خالص. والموضوع نام على كده وقال إن ده واحد مجنون كان معاه فلوس وحب يعمل شو، لحد ما في سنة 2008 اتعرضت الألواح دي لتخريب من خلال الكتابة والرسم عليها. في بعض الناس أكدوا وقالوا إن الألواح دي بتتبع ديانة الشيطان، وإن أتباع الشيطان هم اللي بنوها. والاعتقاد ده انتشر بشكل كبير لدرجة إن في فئة كبيرة من الناس سمت ألواح جورجيا بألواح الشيطان، لحد ما في شهر يوليو سنة 22 تعرضت الألواح دي لأكبر عملية تخريب من ساعة ما اتبنت، من خلال تفجير لوح السواحلي واللوح الهندي وأضرار لبقية الألواح. وكاميرا المراقبة رصدت وجابت سيارة
بتجري بعد وقت الانفجار، واتقفل المكان بسبب التحريات حول التفجير واللي لسه ما خلصتش لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. والغريب ان مفيش حد طلع واتكلم في اي حاجة لحد دلوقتي من اصحاب الارض او حتى من اصحاب الالواح اللي بنوها، زي كريستيان اللي قالوا عليه انه توفى، بس محدش قدر يعرف عنه حاجة مؤكدة لحد دلوقتي. بس الحاجة الاكيدة ان حكاية الواح جورجيا بقت من اشهر الحكايات غموض في العالم، خصوصا بعد ارتباط اسمها باسم جماعة خفية هي اللي بتدير العالم، وبالمصايب اللي حصلت في العالم كله الفترة اللي فاتت. ولما تيجي تربط الأحداث هتفهم. يا ترى كم حد مصدق إن في جماعة هم اللي بيقودوا العالم عشان يعملوا توازن فيه، وبيحاولوا يصدروا معتقداتهم دي بشكل غير مباشر لينا كبشر؟ ويا ترى اللي مصدق، هل عرفت مين الجماعة دي؟ وهل في إثبات على إنك عرفتهم وإن كل اللي بيحصل ده حقيقي؟ يا ريت اللي عنده أي إجابة يقول لي مين هم الجماعة دي، واللي ما عندوش ممكن أسيب له اسم شخصية تربط له الأحداث شوية، وهي دكتورة مايا صبحي. ولو معرفتش لسه وحابب تعرف اكتب لي في الكومنتات، وأنا هعمل حلقة مخصوص هقول لك فيها بالإثباتات مين دول وعملوا إيه لحد دلوقتي، ولسه هيعملوا إيه، وإيه علاقة كل اللي أنا قلته بفيلم أفاتار اللي قلته في البداية. اما بقى اللي عنده اي سؤال او اقتراح يسيبه في الكومنتات واكيد هشوفه وارد عليه. اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقي اللينك في اول كومنت. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم، واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير هنتقابل تاني. استنوني. رامز عادل، المغبعنجي.